عندك شعرك عامر لك بالشيب وبغيتي داك اللون المارو داك الشوكولاتي اللي كلشي تنحماقوا عليه، اليوم غادي نشارك معكم الصباغه اللي غادي ندير. والا درتي هاد الصباغه المره الاولى والثانيه والثالثه وما غطاش لك اختي الشيب في الشعر ديالك ورجعته لك الغزال، رجعي عندي وكتبي لي في لي كومونتير. السلام عليكم خواتاتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه مزيانه ان شاء الله. مرحبا بالناس الجداد والناس القدام معايا في القناه، كنقول لكم شكرا لكم ولا خطيكم عليا. اليوم خواتاتي كما وعدتكم قلت لكم راه ملي غادي نبغي نصبغ الشعر ديالي ضروري غادي نشارك معكم الصباغه. اليوم غادي ندير الصباغه ديال الشعر الطبيعيه كتعطينا داك اللون المارو، داك اللون الشوكولاتي اللي كلشي كيحماق عليه، داك اللون الزوين، وغادي نديرها اليوم وقلت ضروري ما غادي نشاركها مع خواتاتي. وهاد الصباغه البنات راها كما كنقولوا كامله مكموله، كتصبغ الشعر، كتغطي الشيب، كتعطينا واحد اللون اللي خطير، كتعالج لنا الفروه ديال الراس، كتقوي لنا الشعر، ما كتمنع لنا التساقط. يعني الا درتيها المره الاولى والمره الثانيه، المهم المره الاولى راه كيبان لك الفرق، راه كيبدا يتغطى لك الشيب وكتعطيك واحد اللون اللي زوين بزاف. وملي كدوز سيمانه اسبوع كتعاوديها عاوتاني كيتغطى لك الشيب ما تيبقاش، وكتعطي اللون اللي خطر من الاول، كتعطينا واحد المارو زوين بزاف. وإلا درتيها 3 ديال المرات يا اختي ما نقولش ليك كوني اكيده ما غاديش يبقى لك الشيب، ما كيبانش كاع، ما يبقاش كيبان بحال ما فيك الشيب، وغتعطيك واحد اللون اللي واعر خطير على ضمانتي، لحقاش انا اللي مجرباها وعارفه ديك النتيجه ديالها وحتى الفوائد ديالها على الفروه ديال الراس. كتعالج لنا الفروه ديال الراس، كداويها حيت المكونات اللي فيها كلهم زوينين، هانتوما غتشوفوهم معايا. وفيها القشور ديال الرمان، لحقاش دابا الوقت ديال الرمان هذا فنستغلوه ونديروه بحال هكا في الصبيغ الطبيعيه ونديروه في بزاف ديال الحوايج. المهم ما نطولش عليكم بزاف، نمشيو دابا نشوفوا المكونات ونصايبوها مع بعضياتنا، وعاد غادي نقول لكم شحال ديال الوقت غادي نخليها في شعري وكيفاش الطريقه ديال الاستعمال ديالها وكل شيء. المهم خواتاتي ما تنساونيش، الله يجازيكم بخير، من اللايك باش تدعموني باش الفيديوهات ديالي يشوفوهم ناس اخرين، ومن شي كومونتيرات زوينين. البنات ما بقيتوش كديروا لي خواتاتي الكومونتيرات، حشومه عليكم، انا كنبغي نتحدث معكم وكنبغي ملي نجلس نهز التليفون ونبقى نجاوبكم في التعاليق في الكومونتيرات ونتحدث معكم ونضحك معكم ونجاوبكم وكل شيء. وخواتاتي مابقيتوش كتديروا لي التعاليق، نسيتوني، حشومه عليكم. المهم البنات ما نطولش عليكم بزاف، نمشيو دابا نشوفوا الوصفه، وما تنساونيش من اللايك ومن الدعم ديالكم ومن البارطاج القناه. يلا خليكم معايا. المهم البنات نبداو على بركه الله. بالنسبه لهاد الصباغه ديال الشعر اللي غندير معكم اليوم، صباغه اللي واعره وخطيره وكتعطي واحد اللون اللي غزال كما قلت لكم. اول حاجه عندنا الرمان، دابا راه الوقت ديالو نستافدوا منه البنات ونستغلوا الفرصه. ما حد دابا باقي الوقت ديالو، فين ما تاكلوا الرمان خذوا واحد الكميه اللي غتحتاجوها وكرموه، كرموا القشور ديال الرمان، كرموهم بحال هكا في الشمس في السطح ولا في الباركو، ديروهم في شي بلاطو ولا هذاك ولا لاطه، وخليهم في ديك اللاطو وبقاو بالنهار تخرجوه وبالليل دخلوه للدار حتى كيكرم. هو راه كياخذ الوقت باش يكرم، تقريبا واحد 4 ايام ولا 5 بحال الشكل ديال القديد. كتبقاو تخرجوه للشمس وتدخلوه حتى كيكرم مزيان 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 باش ما كيغمال. الا ما كرمتوش مزيان راه ديك البابه ديالو كتغمال وكتولي مصوفه وما كيبقى صالح حتى شي حاجه. المهم كتكرموه مزيان، عطيوه واحد السيمانه ديالو وانتم كتخرجوه للشمس حتى كيكرم. كديري في واحد السوبيره وكتخبيه، راه كيبقى عندك على طول العام. يعني كتصدقي مستافده من الرمان ومن القشور ديال الرمان، لحقاش انا بعض المرات كنسى الرمان، ما كنجففش القشور ديالو، ما كنكرمهمش، ما كنخبيهمش. وملي كنبغي ندير بحال هكا في شي صباغه ولا في شي وصفه ولا سميتو كنبغي ندير القشور ديال الرمان، كنمشي عند العطار كنقول ليه عطيني القشور ديال الرمان. وبعض المرات ما تلقاهمش عند العطار، الا لقيتهم كنقول ليه عطيني القشور ديال الرمان، قسما بالله كيعطيني قد هكا، قد هذا القياس هذا، كيقول لي 5 دراهم ولا 6 دراهم ولا بعض المرات حتى 10 دراهم، قسما بالله العلي العظيم. علاش حنا ما ناخذوش بحال هكا ناكلوه وفابور كنلوحوا هذا الشيء غير كنلوح حاجاكم الزبل. كناخذوا الكميه جد واحد السوبيره اللي غنحتاجوها في العام كامل وكنديروه في واحد اللاطه وكنكرموه وكنبقاو ندخلوه بالليل، وفي الصباح كندخل نخرجوه للشمس حتى كيكرموا مزيان مزيان. هاد البلاصه ما خصهاش تبقى دايره باش ما تصورش لكم، خصها يكرم مزيان بحال القديد، خاصو يكرم باش ما يوقع ليه حتى شي حاجه. صافي كديري في سوبيره وكتحتفظي بيه تخبيه، كيبقى عندك العام كامل. كديريه في الصبيغ، كديري بحال هكا درات شي واحد دراتو المعده كطحنيه وكتعطيه ليه، ولا مزيان حتى المصران، المهم مزيان في عده وصفات. من الاحسن دابا الرمان موجود كما قلت لكم. هذه كفكره نفكركم، لحقاش انا كنت كنسى، ما كنخبيش، ما كنكرمش القشور ديال الرمان حتى كيسالي الرمان عاده كنتفكر هذه القضيه وكنبقى نقلب عليه وما كنلقاهش.
فداك الشيء علاش قلت لكم هذه فرصه دابا. خبيو القشور ديال الرمان، كرموهم خبيوهم. المهم هنايا عندي القشور ديال الرمان البنات، القشور ديال الرمانه وحده هما اللي كنحتاج. عندي هنايا القهوه العاديه اللي كنطيبوا اللي كنقطروا، ما فيها لا عطور ما معطره ما والو. وعندي اتاي اي اتاي كتشربوا، مهم اتاي حبوب بحال ما هكايا، ولا داك اتاي الشعره ولا اللي كتشربوا. غادي ناخذ بحال ما هكا كاسرونه ياك البنات، غادي ندير فيها هاد القشور ديال الرمان بحال هكا يكونوا خضرين بحال هكا، وغادي نزيد واحد حتى بحال هكا كما قلت لكم ملي كتكرموهم راه كتبغيو ديروهم في الصبايغ ديال الشعر، كتجبدوا الصبيره كتلقاوهم عندكم بحال الشكل القديد كيبقى عندكم على طول العام. صافي كتجبدوهم وكديروا القياس اللي بغيتو. انا راه وليت كنكرم واحد الكميه اللي هي كبيره، عرفتوا راه كندير صبيره قداش هي كنكرمها في اللاطه وكنخبيها كتبقى عندي على طول العام. صافي غادي ندير واحد المعلقه صغيره تكون عامره مزيان ديال الاتاي بحال ما هكايا، وغادي ندير معلقه ديال القهوه العاديه البنات. ها نتوما شفتوا معلقه حتى هي عامره مزيان ديال القهوه. صافي وغادي ندير كاس كبير ديال الماء، غادي ندير القياس كاس كبير ديال الماء بحال هكا، وغادي ندي هذا الشيء فوق البوطه، غادي نديه فوق البوطه وغادي نخليه كيغلي حتى كيطلق ليه هذا الرمان واتاي والقهوه كيطلقوا ليا مزيان في هذا الماء، وعاد غادي نطفي عليه البوطه. المهم هنايا البنات من بعد ما غليت هذاك القشور ديال الرمان واتاي والقهوه كنخليهم حتى كيغلاو مزيان، واحد تقريبا واحد 10 دقائق وهما فوق البوطه كيغلاو حتى كيطلقوا ليا مزيان بحال ما هكايا. دابا غادي نصفيهم بحال هكا، ناخذ كاسرونه وغادي ندير الصفايه وغادي نصفيهم بحال هكا، كتخليهم 10 ديال الدقائق حتى كيتشحر لنا داك الاتاي. واللي ما حنا غادي نشربوا نديروا كاسكروط هنايا ولا غادي نفطروا كتطلق لينا ديك الريحه ديال القهوه زوينه في الدار، كتشهي القهوه تشربيها. انا دابا نيت راه غادي نكمل هذه الوصفه وغادي نصايب قهوه، والله الا تشهيتها كطلع ديك الريحه ديال القهوه. ايوا واتاي والرمان ما نقولش لكم. صافي غادي بحال ما هكايا تنبقى نضغط بحال هكا بمعلقه باش كنصفي هذاك الشيء كامل كيتصفى. عرفتوا البنات الاتاي والقهوه وهاد القشور ديال الرمان راه ما تيخليوش الشعر كيطيح، كيوقفوا التساقط ديال الشعر، كيقويو الشعر. وما نقولش لكم الفروه ديال الراس كنعالجوها وفي نفس الوقت كيتصبغ لينا الشعر. صافي هانتوما دابا هاد المكونات هادو ملي صفيتهم هانتوما كما كتشوفوا. دابا غادي نزيد المكونات الاخرين. هنايا البنات المكونات اللي غادي نزيد عندي الشوكولات داك المر، تقريبا عندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال الشوكولات المر ياك، غادي نديرها كامله بحال ما هكايا. وغادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الخل ديال التفاح. الخل ديال التفاح البنات كيثبت لينا اللون ديال الصباغه وكيحيد لنا القشره من الفروه ديال الراس، كيصحح لينا الزغبه ديالنا وكيقوي الشعر وزوين وكيعطينا واحد البريو في هذه الصباغه. المهم اي صباغه طبيعيه الا درتو مع الخل ديال التفاح راه كتعطينا نتيجه زوينه. غادي ندير هنايا تقريبا واحد المعلقه ونص كبيره ولا 2 معالق اللي بغيتو. صافي وغادي ندير دابا غادي ندير 2 معالق ديال الحنه. غادي نجيب واحد المعلقه نقيه، غادي ندير البنات 2 معالق ديال الحنه كتعطينا الفوائد كثيره للشعر، كتعطيه اللون وفي نفس الوقت كتعالج من الفروه ديال الراس وكتقوي لنا الشعر وما كتخليش الشعر كيطيح. هانتوما المعلقه الاولى. المهم كديروا القياس اللي على حساب الشعر ديالكم واش طويل. المهم هي البنات ملي درت الحنه مازال غادي نقدر نزيد الحنه ياك، غادي نزيد واحد الصفر ديال البيضه باش ديك الحنه ما كتحرش لينا الشعر ديالنا، ما كيحرش ما والو، ما كتنشفو ما حتى شي حاجه. غادي ناخذ غير الصفر صافي بحال هكا. صافي غادي ندير الصفر ديال البيضه وغادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال الزيت الزيتون. اي زيت عندكم ديروه كيوافقكم للشعر ديالكم ديروه. المهم زيت الزيتون راه زوين في هذه الصبايغ الطبيعيه.
صافي كندير واحد المعلقه كبيره صافي راه كافيه. وغادي نخلط مزيان هاد الشيء كامل، غادي نخلطو. الا بانت ليا الخلطه ديالي هي هذيك، يعني الصباغه هي هذيك، صافي كنحبس من الحنه، ما كنبقاش نزيد الحنه. بانت ليا شي شويه خفيفه راه كنزيد الحنه، كنبقى نزيد بشويه بشويه حتى كتجمع ليا الوصفه ديالي. المهم انا غادي ندير هاد المعلقه هذه، لحقاش هذه مع الكاسرونه غادي دير ليا الصداع. ويبداو عاوتاني البنات يكتبوا ليا ويقولوا لي هذيك المعلقه راها صدعاتنا. صافي بحال ما هكايا كتبقاي كتخلطي مزيان بحال ما هكايا حتى المكونات كينسجموا مع بعضياتهم. شفتوا البنات؟ بحال هكا خصها تكون الخلطه، ما تكونش عاوتاني جاريه بزاف باش كتشد لينا في الشعر ديالنا. بحال هكا كتخلطي مزيان 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 وكتخليها كتخمر. ما خليتيها مزيان باش دوك المكونات كينسجموا مع بعضياتهم. كتخليها ساعتين ولا 3 السوايع وهي مخمره، كتغطيها وكتخليها ياك حتى كتخمر مزيان وكديريها الشعر ديالك. المهم انا غادي نقول لكم الطريقه اللي كندير وشحال ديال الوقت كنخليها في الشعر ديالي. بحال هكا تخلطوا مزيان البنات، تخلطوا مزيان 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 حتى كينسجموا لنا دوك المكونات. بحال ما هكا الخليط ديالها خصو يكون بحال هكا، الخليط ديالها خصو يكون بحال هكا. شفتوا؟ ما كتكونش ثقيله وما كتكونش جاريه باش كتشد لينا في الزغبه ديالنا وكتعطينا واحد اللون اللي خطير وزوين بزاف. ها نتوما شفتوا القوام ديالها كيفاش داير. المهم ملي كتصفي داك الماء ديال القشور ديال الرمان واتاي والقهوه كتزيدي دوك المكونات الاخرين والحنه كتبقاي تزيدي بشويه بشويه حتى كتحصلي على هذا القوام هذا. شفتي؟ هذا راه الله غادي يكفيني انا الشعر ديالي باش كتعمري شعرك كامل. الشعر ديالك كامل كيعمر، راه زوينه الصباغه البنات للشعر، كتقوي الشعر وكتعالج من الفروه ديال الراس وكتعطينا اللون اللي خطير. اللون البنات اللي كتعطينا عرفتي راه واعر 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 بزاف بزاف. صافي هاهي دابا انا مازال غادي نزيد نخلطها واحد شويه وغادي نخليها واحد ساعتين ولا 3 حتى كتخمر لينا مزيان وكينسجموا هاد المكونات. عاد غادي نديرها للشعر ديالي. هانتوما شفتوا؟ صافي يلا دابا غادي نمشي نقول لكم الطريقه والوقت وكلشي. المهم البنات هاي الصباغه انا جبتها كاسرونتها عادي، ما كاينش شي واحد براني، حنا خواتات مع بعضياتنا، قبلوا عليا ونقبل عليكم وغادا الامور. المهم هانتوما القوام ديالها، هانتوما كتكون بحال ما هكايا، ما ثقيله ما خفيفه باش كتشد لينا. الا كانت عاوتاني خفيفه بزاف كتبقى تقطر وما كتشدش لينا في الزغبه مزيان، والا كانت عاوتاني ثقيله بزاف ما كتعطيناش داك يعني داك اللون زوين، ما كتعطيناش النتيجه زوينه. خاصها تكون بحال ما هكايا. شفتوا؟ انا غادي نقرب لكم باش تشوفوا مزيان بحال هكا. شفتوا هانتوما؟ ما بغيتش نديرها بشي زلافه ونبقى نوسخ عاوتاني في الماعن. اختكم معكازه ما فاهمه غسل الماعن. صافي البنات، المهم الطريقه كتخمروها كتخليوها كتخمر تقريبا واحد ساعتين ولا 3 السوايع وكتغطيوها وكتخليها يا اختي كتفاعل ديك الحنه ودوك المكونات كلهم كيتفاعلوا مع بعضياتهم. صافي وكتبداي كتهزي وكديري الشعر ديالك، كتعمري شعرك كامل، كتعمريه مزيان 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 وكتشديه بواحد المقيبط وكتخليه عريان. انا ما كندير لا سلوفان لا حتى شي حاجه، كنخلي شعري عريان. صافي كندير مقيبط وكنخليها. الوقت اللي بغيتو ديروها، بغيتو ديريها نص نهار تقريبا، واحد ملي تفيقي الصباح ديريها، وملي كتغداي وكتغدي وليداتك وكتسالي الا بغيتي تغسليها غسليها، ما بغيتيش خليها نهار كامل وهي في شعرك حتى العشيه ودخلي دوشي ضربيها بتدويشه وغسلي الشعر ديالك. انا هذه غادي نخليها حتى غادي تخمر مزيان واحد الساعه ولا ساعتين ولا 3 السوايع ونخليها قد ما خليتها تخمر مزيان. المهم البنات بالنسبه للوقت اللي كنديرها فيه وامتى كنصايبها، انا كندير هاد الصباغه وكنبات بها حتى الصباح. كنصايبها مع ديك 3 ولا 4 من ورا الغدا، يعني 3 ولا 4 العشيه كنصايبها وكنخليها كتخمر حتى لديك 7:30 ولا 8 ديال العشيه حتى كيقرب يأذن المغرب. وكنديرها في راسي، كنديرها في الشعر ديالي كامل وكنشد شعري بشي مقيبط وكنخليها، ما كنغطي شعري لا بسلوفان لا حتى بشي حاجه، وكنخليها كتنشف حتى كنبغي نعس راه كتكون نشفات صافي كرمات مع فيها الحنه كتنشف وكتكرم.
وكتعطيني واحد النتيجه اللي هي زوينه. كنخليها كنديرها تقريبا مع 8، كنخليها 9 ل 10 ل 11 ولا ل 12. المهم كتبقى ليا 3 السوايع ولا 4 في شعري. عاد كنعس، ملي كنعس مرتاحه، ما كتكونش هي باقا خضراء وكتبرزطني وكتعمر لي الدنيا وتعمر لي المخاد. كتصافي كتكرم كتنشف، كندير غير شي مخيده بحال هكا، كنفرش لها شي فوطه ولا اي حاجه وما كتبرزطش. وداك الشيء اللي انا موسده ما كيعمر لي ما حتى شي حاجه صافي. وكنبات حتى الصباح كنوض كندوش وكنغسل الشعر ديالي. ملي كنغسلو كندهنو باي زيت عندك بغيتي دهني شعرك. مثلا انا كندير زيت ديال الكوك، كندهن شعري بواحد شويه ديال زيت الكوك، واخا كاع ما كندهنوش كندور ليه الباتشا. عرفتي راه كيخرج داك اللون هكا كيبري، كيخرج كيحمق وشوكلاطي. انا نخلي لكم الصوره هنايا اللون اللي كتعطي، اما هنا ولا هنا، ولا غادي نخلي لكم الصوره في الواجهه ديال الفيديو في الصوره المصغره وغادي تشوفوها. وبالنسبه للبنات اللي عندهم الشيب كتير هنايا، كديريها المره الاولى، كديريها مره في السيمانه. كديريها المره الاولى كتعاودي دوز واحد الاسبوع وكتعاودي ديريها المره الثانيه ودوز عاوتاني اسبوع وديريها المره الثالثه. وإلا ما تغطاش لك الشيب ومولاش لك واحد اللون اللي خطير، اجي عندي وكتب لي في التعاليق وقول لي راه ديك الصباغه اللي عطيتينا راها زيرو. هاد الصباغه زوينه كتعطينا اللون وكتقوينا الشعر وكتمنع التساقط، وكلها غزاله، والمكونات اللي فيها راكم شفتوهم كلهم طبيعيين ولا منفعتك ما غادي تضر. والاهم من هادشي كامل البنات، كتغطي لنا الشيب وكتعطينا واحد اللون اللي هو خطير. اللي شافك غادي يسولك على اللون ديال الشعر ديالك اش من صباغه كديري ليه. والنصيحه اللي غادي نعطيكم، نساو عليكم الصباغ الكيماويه، ما تبقاوش ديروهم، راه مضر للشعر كما كتعرفوا. كيخرجوا على الشعر وكيخرجوا على الفروه ديال الراس وكيزيدوا كيجعروا الشيب. الا كانت عندك غير شيبه ولا جوج كيزيدوا كيكثروا الشيب وكيجعروا. انا اختي راه صغر مني ب7 سنين ولا اكثر، وعرفتي الشعر ديالها كله من هنايا بيض بالشيب. علاش؟ لحقاش كانت كدير الصباغ الكيماويه بزاف، كانت كتحمق على الشعر كحل، وكانت كتصبغ شعرها بزاف. وعرفتي دابا راه كثر ليها الشيب بزاف. ما كاينش البنات ما احسن من هذيك الصباغ الطبيعيه. انا راه واخا دابا كندير صباغ طبيعيه، واخا ما نديرهمش عام ولا عامين ما نديرش صباغه طبيعيه، ما كينوض ليا لا شيب لا حتى شي حاجه. يعني ما حيت هذوك الصباغ الكيماويه كيجعروا الشيب. الا كانت عندك غير شيبه ولا جوج بغيتي تغطيهم، كدوز غير واحد الشهر كيطلعوا لك لي غاسين، عرفتي كيولي البلاصه كلها بيضه عندك بالشيب، كيجعروا الشيب. اما الصباغ الطبيعيه زوينين، ما كينوضوش لك الشيب، كيغطيو وكيعالجوا لك الشعر ديالك والفروه ديال الراس، وكيخليو واخا مثلا ما ديريش الصباغه. الا كنتي كديري هاد الصباغ الطبيعيين واخا تبقاي مده بحالي انا دابا، مثلا واخا نبقى عام ولا عامين ما نديرش الصباغه، كيبقى لي شعري هو هذاك، ما فيه لا شيب لا حتى شي حاجه. المهم خواتاتي، هذه هي الصباغه اللي قلت لكم غادي نديرها وغادي نشاركها معكم. جربوها وردوا عليا الخبر. خليتكم على خير، وكما قلت لكم ما تنسونيش من اللايك ومن التعليق ديالكم الزوينه ومن البارطاج القناه. السلام عليكم، تهلاو يا فرصة.